السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مطبخ الست أصيلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض اللانشون البيتي بمكونات سهلة جدا واقتصادية جدا، وأي ست بيت هتقدر تعمله عندها بإذن الله في البيت، لأن مكوناته مش غالية، يعني مكوناته رخيصة ومتوفرة بتهيألي بالنسبة لأي ست بيت. يعني المكونات عندنا النهاردة نص كوباية زيت. طبعا أنا حاطة هنا في كوباية أو زي بولة صغيرة بتاعة الآيس كريم، فهي مالية الكوباية، انما هي عبارة عن نص كوباية مش اكتر. 3 معالق دقيق، 3 بيضات، و3 جبنة مثلثات، وفصين توم مفروم، ومكعبين مرقة. انا هنا حاطة مرقة لحمة مش فراخ عشان يدي برضو الطعم ايه بتاع اللانشون، لاني هعمله كانه لانشون لحمه، يعني مش لانشون فراخ. لو عايزه تعمليه لانشون فراخ ممكن تبدلي، تحطي مكعبات مرقه لحمه، سوري، مرقه فراخ، او تحطي فراخ فيليه، تضربيها في الكبه وتنعميها خالص، وبعد كده تضيفيها لبقيه مكوناتك. وده هنا جيلاتين بودره، وده لون غذائي احمر، وده فلفل اسود صحيح. تمام. هنحط بقى كل المكونات دي مع بعض في الخلاط، يتخلطوا مع بعض عشان يتجانسوا وما يبقاش في اي كلاكيع للدقيق. وبعد كده بعد ما نخلص يعني خلط كل المكونات، هنحط في الاخر الفلفل الاسود. بعد ما كل الحاجات دي تتضرب يعني تتخلط مع بعض كويس قوي في الخلاط، نحط في الاخر الفلفل الاسود. ما نحطش الفلفل في الاول عشان انا عايزه الفلفل صحيح، يعني زي اللانشون الجاهز بالظبط، بتلاقي فيه طبعا الفلفل صحيح باين قدام عينك. تمام. بيدي نكهة وبيدي طعم، وبيحفظ لي كمان اللانشون لفترة أطول، عشان هو يعني حراق. أي حاجة حراقة بتحفظ الحاجة، تعتبر زي مادة حافظة طبيعية، تحفظ الحاجة لمدة أطول شوية. تمام. هنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه. أول حاجة هنضرب الحاجات دي في الخلاط، وهوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. بالنسبة للجيلاتين البودرة، احنا هنحط حوالي معلقة صغيرة، مش كتير، مش هنكتر، معلقة واحدة بس، معلقة صغيرة. واللون الغذائي الأحمر هنحط نص معلقة، لأن هو أقل كمية منه بيلون جامد، يعني بيدي لون جامد. فاحنا يا دوب هنحط معلقة جيلاتين في حوالي نص كوباية مية، هندوبها في نص كوباية مية دافية، وبعد كده هنحطها على الخليط بتاعنا، زائد طبعا اللي هو اللون الغذائي. احنا ممكن نضيف نص كوبايه ميه دافيه، نحط عليها معلقه جيلاتين ومعاهم اللون، يعني نخلطهم كلهم مع بعض. هنلاقي الخليط بقى يعني زلالي شويه كده، او يعني تقيل شويه. وبعد كده نحطه على الخليط في الخلاط، ونخلط بقى كله مع بعض. تمام. هوريكم بقى الشكل هيبقى عامل ازاي. هنخلط الجيلاتين نص كوبايه ميه كده، ونحط عليهم اللون، نحط عليهم اللون مش كتير، نص معلقة، بمقدار نص معلقة. هنخلط كويس قوي بقى. ده الشكل النهائي بعد الخلط. خلاص كل المكونات كده تجانست مع بعض. هنرمي بقى حبيبات الفلفل الاسود، نرميها كده عشان انا عايزاها سليمة باينة. طبعا زي ما بتجيبوا اللانشون بتلاقوا فيه اللي هي الفلفل الاسود ظاهر بالنسبة لكم، صح؟ احنا عايزين حاجتنا تبقى زي الجاهزة بالظبط. بعد ما نخلص بقى خلط ان شاء الله، نحطه في كيس، اللي هي الكيس الاسطوانيه اللي هي بتبقى رفيعه دي زي بتاعه الفشار كده. بنحطه كده بقى في الكيس، وبعد كده بنغلفه بالفويل، نقفل عليه كويس قوي زي البونبوني كده من الناحيتين، وبعد كده نسقطه في الميه اللي بتغلي. تمام. وبعد كده بقى استنوا الشكل النهائي، مفاجاه، استنوني. حطينا الخليط بتاعنا في الكيس، وهنلفه بالفويل وهنحطه في الميه المغليه. ده شكل اللانشون بعد ما خلص واتقطع. طبعا انت بتستني عليه لغايه لما يبرد خالص، وبعد كده تبتدي انك انت تقطعيه. شايفين ملمسه يعني او شكله، ما تفرقهوش خالص عن اللانشون الجاهز. طبعا انت هتقطعيه باي طريقه انت عايزه تقطعيه بيها. طبعا ممكن برضو تحطيه في سندوتشات للولاد يعني، او تعمليه مع البيض زي البلوبيف او البسطرمه، بيبقى برضو طعمه جميل جدا. ممكن تغيري بقى لو انت عايزه مثلا هو فيه لحمه بالفعل، ممكن تضيفي حوالي 8 كيلو لحمه، مش كتير. ولو عايزه لانشون فراخ، ممكن تضيفي قطعتين او 3 قطع فيليه.
اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبتكم، ويا ريت لايك للفيديو وسبسكرايب لقناتي وشير لكل اصحابكم. استنوني ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله، هنقدم حاجات مميزه جدا. السلام عليكم ورحمه الله. بتحفظيه عندك بقى في اطباق فويل، وتغطيه باللي هو الاسترتش، الاكياس الاسترتش دي، وتحطيه عندك في التلاجة. ممكن يقعد تقريبا لمدة اسبوع. تمام. يعني هو تقريبا شبه الجاهز بالظبط، حتى لونه نفس لون الجاهز بالظبط، وملمسه كمان وطعمه. جربوه هيعجبكم جدا بإذن الله.